على أحلى مستمعين. النهاردة هنتكلم عن الإجراءات التجميلية الغير جراحية. صباح الخير على أحلى مستمعين. على أحلى مستمعين. صباح الخير على أحلى مستمعين. اه النهاردة هنتكلم عن كذا. فخدت بالك أنا عملت إيه؟ الوقف بس عند كلمة مستمعين وبعدين ادخلي بالنهاردة. ما تستعجليش. لكن مش أحلى مستمعين النهاردة هنتكلم، لا يعني اه اديهم حقهم، يعني خليهم يحسوها. تاني يلا قوليها تاني مع الوقف الصغنن ده، ثانية واحدة. صباح الخير على أحلى مستمعين. النهاردة هنتكلم عن الإجراءات التجميلية الغير جراحية، وهو موضوع شاغل سيدات كتير ألا وهو البوتوكس والفيلر. دلوقتي مفيش عيادات جلدية خالية من البوتوكس والفيلر، ودلوقتي هنعرف معلومات عنهم ونرحب بضيفة النهاردة دكتورة إيناس عبد العظيم. أهلا وسهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا مريم. دلوقتي عايزين نعرف من حضرتك الفرق بين البوتوكس والفيلر. دكتور إيناس، إيه الفرق بين البوتوكس والفيلر؟ بلاش دلوقتي، عايزين نعرف من حضرتك الفرق بين كده. الجملة دي مش عارف كلكم ليه بتقولوها، وجملة مستهلكة، وأنا أنا كمستمع يعني لم أستفد بها شيئا. دكتور منى مثلا أو دكتور إيناس، إيه الفرق بين كذا وكذا؟ بس ادخلي على السؤال بشكل مباشر. دايما نقول جمل يا جماعة بنسميها جمل مستهلكة في الإعلام. كنا عايزين نعرف من حضرتك الفرق بين كل اللي انت بتقوله ده، ملوش لازمه بالنسبه لي انا كمستمع. بس يا دكتور في تعليق، يعني شفت دايما حلقات في مذيعين بيقولوها. تمام، هو كل اللي المذيعين بيقولوه صح؟ لا. طيب انا دلوقتي بدربك على الصح، على الحاجه المختصره، الحاجه اللي توصل للمستمع بشكل جيد، اللي يحس انك مش رغايه، اللي يحس ان كل جمله بتقوليها هو بيستفيد حاجه جديده. هو ده اللي انا عاوزه. دي نقطه. النقطه الثانيه، بقلل كميه كبيره من الكلام اللي انت هتقوليه، اللي ممكن يبقى فيه كميه كبيره ايضا من الاخطاء. انت كل ما تقولي كلام اقل كل ما تقولي اخطاء اقل. تمام؟ دي نقطه. النقطه الثالثه في الموضوع ده، ان انا كمذيع دوري في الحلقه اني استخرج اجمل واحسن واعمق ما عند الضيف بتاعي، مش انا اللي اتكلم كتير. انا دوري اتكلم باقل كلمات ممكنه، اطلع احسن من اللي عند الضيف بتاعي ده، لان هو الاستاذ الدكتور المتخصص في الجانب اللي انا جايبه فيه. تمام يا مريم؟ يلا تاني من الاول، 3 2 1. اتفضلي يا مريم. هسأل السؤال من اول وجديد. السؤال بس يعني اقول عايزين نعرف من حضرتك. لا، مش الجمله دي ما عارفة. تتقالش، مش عايزين نعرف احنا. دكتوره ايناس هو انت ما تسالي السؤال هي هتجاوبه. انت اسالي. بصوا يا جماعه، بصوا يا جماعه، كلنا الكلام ده للجميع. هو احنا كلنا عايزين نعرف، صح؟ فهي لا تضيف شيئا، والضيف مش بيجاوب عشان احنا عايزين نعرف، هو بيجاوب عشان اتسال سؤال هيجاوبه. فدكتور ايناس قولي لي كذا، دكتور ايناس ما الفرق بين كذا، يعني دكتور أنا ايناس بقولها ما معنى كذا، هي هتجاوبك على طول. احترام للضيف يعني. لا احترامك انت، لا قولي لها دكتور ايناس كده، هي انت احترمتيها. لكن ليس يعني جمله كنا عايزين نعرف من حضرتك ايه الاحترام في ده. لا، هو رغي كلام. بقول لك جمل مستهلكه، يعني جمل لو شلناها من الكلام مش هنخسر حاجه، بس هنكسب حاجات. هنحط مكانها كلام مهم، كلام المستمع محتاجه، ومش هكركب نفسي بكلام كتير انا بقوله فبالتالي اغلط كتير. خدت بالك؟ يلا تاني، اتفضلي. دكتورة ايناس، ايه الفرق بين البوتوكس والفيلر؟ الله عليك، هي دي. البوتوكس هو ماده سامه مستخلصه من نباتات بتشل العضلات وبتقلل يا من ستار يا قوتها، رب. بتقلل من ظهور التجاعيد. اما الفيلر هو نوعين، في نوع منه كارثه مش بيدوب بسهوله، يا يفضل، ستار يا رب. ماسك في البشره. لما بنعمل اخطاء ما بنعرفش نعالجه، ما بيعرفش نمتصه تاني، فده نوع مش كويس. اطلعي فاصل يا بنتي. في نوع تاني مستخلص من مواد طبيعيه، من الهيدرونيك اسيد، وده بيستخدم تحت هالات العين. وده بيستخدم تحت هالات العين او الشفايف، فده النوع المفيد اكتر. دلوقتي ليه في ناس بتخاف من البوتوكس والفيلر والاعراض الجانبيه بتاعتهم؟ هنطلع دلوقتي فاصل ونرجع بالاجابه. تمام. كان ممكن تستثمري الكلام اللي هي قالته في اضرار الحاجات دي فتربطيها بالسؤال ده. يبقى علشان كده يا دكتور ايناس الناس بتخاف من استخدام البوتوكس والفيلر. استاذنك هنتكلم اكتر في الموضوع ده ولكن بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود. انت هتساليها عن ليه الناس بتخاف،
طيب ما هي بتقولك ان هي لها اضرار، فانت تقوليها اذا فلكل هذه الاضرار الناس بتخاف من البوتكس والفيلر، وده اللي هنتكلم عنه بتفصيل اكتر لكن بعد الفاصل. مشاهدينا الكرام او مستمعينا الكرام، فاصل ونعود. يلا قولي الحته دي تاني. قولي الحته دي تاني. ما تعيديش نفس الخطأ. يلا يا مريم قولي. ثواني بجمع. هي قعدت تقول في سلبيات الموضوع وعقدت الدنيا كلها والناس خلاص مش فانت خدي من كلامها ده وقولي بقى. ثواني عشان كده اقول بقى عشان كده. اه علشان كده الناس بتخاف من البوتوكس والفيلر، فهنعرف اعراضه الجانبيه بعد الفاصل. مستمعينا الكرام، ارجع. ايوه انت الكلام ده كنت بتقوليه للضيفه، قولي للمستمعين بقى. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود. مستمعينا الكرام، فاصل ونعود. احسنتي. احنا ليه يا جماعه بنقول كده؟ لان زي ما قلت لك، زي ما الضيفه لها احترامها ولها مكانتها، وانت سالتيها سؤال فلازم توضحي لها ليه مش هتاخدي الاجابه دلوقتي. استاذن حضرتك ناخد الاجابه بعد الفاصل، ده اقل شيء تعمليه مع الضيفه. طب المستمعين بقى تطنشيهم؟ لا، برضه بنقول مستمعينا الكرام، فاصل ونعود. يبقى انا احترمت الضيفه واحترمت المستمع كمان، والكل مبسوط، وانت كده مذيعه شاطره وجميله جدا. يلا 3 2 1، رجعنا من الفاصل. ورجعنا لكم من الفاصل اعزائي المستمعين. دلوقتي هنعرف اضرار البوتوكس والفيلر. الاولاد اللي قاعدين في الكورنر دول عايزين حقنة الموتي كورنر مش عايز صوت. عايزين حقنة بوتوكس. في حقن جاهزه هنا. الاضرار يا مريم هي لو انا حقنت بزياده، لو انا حقنت ماده غلط، او لو الماده نفسها مش اصليه. طبعا اختمي يا مريم. متوقفه على المراكز اللي مش كويسه، بتغير في الشكل بشكل مش كويس خالص. انت الهدف انك تجملي ملامحك او يعني تزيد التجاعيد، اللي بيحصل مش كده نتيجه طبعا الحقن الخطا. ودلوقتي وصلنا لنهاية حلقتنا مع الدكتورة إيناس، واستفدنا من القيم من المعلومات اللي هي اديتها لنا النهارده. مش عارفة أقول إيه تاني. قولي انت ماشية حلو قوي. قولي لخصي الحلقة. قولي ان الحاجات دي مضرة وان الطبيعة احسن يعني شوف انت طلعت من الموضوع ده بايه. ودلوقتي عرفنا ان الحقن بتاع البوتوكس والفيلر لو حقناه زياده او غلط ممكن يسبب لنا اضرار، فالاحسن ان احنا نستخدمه بشكل صحيح وشكل مظبوط. واللي احسن من كده، اشربي ميه كتير، كلي خضار كتير، اهتمي بالفيتامينز، اهتمي بالرياضه بتاعتك، واشوفكم في حلقه جديده وكده يعني. هنكذب ليه؟ ما بتجيبش نتيجه. ايه اللي ما بيجيبش نتيجه؟ شرب الميه. شرب الميه اللي ما بيجيبش نتيجه. ما شاء الله. انت جايه يا بنتي تعملي ايه هنا؟